خارجة عن تغذية الإنسان، لا توجد في تغذية الإنسان، خارجة. واحد قال لك نكر الحديث، قال ما كان الحديث ليكون رسول، لماذا جاء الحديث؟ يلووا الكلام، يلوون. كيف أنا كان أعرف ما أقول؟ أنا قلت لكم هاد الناس هادو يعملوا مؤتمر وحنا موجودين. ما يقدروش. واش ما قدروش؟ والله ما قدروش. ما قدروش. نعملوا ندوة وطنية، مؤتمر وطني، وبالابتسامة، ونشربوا شاي مع بعضنا. كان المستوى الراقي هكذا في أمريكا وفي أوروبا. في أمريكا وأوروبا لما شخص يقول شيء يأتون به إلى الإذاعة، ويأتون به إلى الجامعة، ويعملون مقالات. ليس أحد يقدر يتكلم. ولكن نحن عندنا في بلداننا ما عندناش طريقة راقية لكي ننهي هذا البلابلا. ممكن ننهي هذا الكلام هذا يعني في أقل من ساعة، ولكن يخشون. لماذا؟ لأنهم ستتكسر أصنام السلفية. هم أذكياء، لا يمكن، لا يقدرون على المواجهة، لكن النباح نعم لا يقدرون على المواجهة، ليس لهم علماء. يعني يخشوا بأن أنتصر عليهم ويسقط صنم السلفية، وسيسقط بإذن الله، لأنهم على الضلال، سيسقط إن شاء الله. هذا السب والشتم تسببوا فيه، هذا يكفي، هذا يكفي. هذا السب والشتم بسببهم هذا يكفي فقط. ما ندخلوش صلاتهم، كيفاش يصلي، كيفاش يصوموا، بزاف عليهم الصيام. وها سبحان الله يوقع لي هادشي وانا صايم رجب، عندي الاجر مضاعف وانا صايم رجب، عندي الاجر مضاعف وانا صايم وكنضحك كنتفرج، عباده وعلما، وانا كنعيش مع الله. واللي كان عنده المفتاح الجنه ما يسد عليا، اللي عنده مفتاح الجنه يسد على فايد. يعني باش نكونوا واضحين.